قربت اشخر كفايه. طبعا الشخرة اللي هو الصوت اللي بيخرج من الأنف ده أمر محرم. احنا مش بنتكلم على الشخرة اللي الإنسان بيشخرها وهو نايم، بنتكلم على الصوت لما يخرج في خناقة، تعبير عن العصبية أو يقصد به إهانة الشخص المقابل، فساعتها يبقى ده أمر محرم. الناس ممكن يقولوا بس ده مجرد صوت أنا بطلعه من مناخيري، حرام في إيه؟ أقول لك لا، تعتبر شتيمة ومحرمة، لأن العرف، عرف الناس خصوصا عندنا في مصر، وضعها ان هي شيء عيب ومحرم، تبقى حرام. هديك مثال مثلا بكلمة لبؤة، لكن لو خففنا الهمزة بقى على كلمة لبؤة، لو اتقالت لوحدة تعتبر عيب، مع ان انت لما تيجي بقى تفصلها، احنا لما نقول لبؤة يعني مرات الاسد، ده مدح لجوزها يعني، لكن المجتمع حط الكلمة دي في اطار العيب، فبقت عيب جدا، وبالتالي بقت محرمة وشتيمة. نفس الموضوع الصوت اللي بيخرج من الانف اللي احنا بنسميه الشخرة، هذا امر محرم. هنا انا بتكلم على عرف المصريين، لكن مثلا هتلاقي في بعض البلاد العربية الحركة دي بتحصل عادي جدا، فخلاص عندهم عادي ومتقبلة ومش تعبير عن شتيمة، فما تبقاش محرمة في مجتمعاتهم. اي كلمة A7A عندنا في مصر عيب ومحرمة، لكن في بعض البلاد التانيين بيقولوها عادي جدا، خلاص تبقى مش محرمة. العرف هو اللي بيحكم المسائل دي، المسائل اللي ما فيهاش نص قاطع من كتاب الله او السنة او اجماع او قياس، العرف هو اللي بيتحكم فيها، وكل حد دارس اصول فقه عارف الموضوع ده. في قاعدة اصولية اسمها العادة محكمة. هل لو واحد شخر، هل ان بقه يفضل نجس 40 يوم؟ الكلام ده خزعبلات ملهوش اي اساس من الصحة، وبقه مش نجس ولا حاجة. هو فعل امر محرم، لابد ان يتوب ويعزم على عدم العودة، لكن بقه مش نجس. يا ريت تنقلوا الفيديو وتعرفوا الناس، لان هي يعني مسألة فقهية مهمة جدا. مع الف سلامة. بدي اكل انا دلوقتي. انا 5 ايام مش ماكله. والله انا بالمره يعني عملت الفيديو ده وما حضرتش انا عايز اقول ايه. انا ربنا ان انا عمري ما سبت الكلام عن اخواننا، دايما في كل صلاة بدعي لهم، وفي كل خطبة جمعة بدعي لهم، لكن انا اكتر انسان ما بحبش اتكلم عنهم في السوشيال. مش هكلمكم النهاردة كشيخ، انا هكلمكم ان انا حد احساسي زي احساسكم. ممكن يكون متملكني الاحباط، ممكن يكون متملكني الاحباط جدا، فحاسس ان الفيديو بتاعي او فيديوهاتي اللي انا هتكلم فيها من زمان مش هتفرق شيء. ممكن اكون مخطئ، وارد، بل نسبة كبيرة جدا يكون تفكيري ده كان غلط، لكن دايما حاسس ان الموضوع اكبر مني، ان انا لما هتكلم مفيش حاجة هتتغير. دايما بحس، ومش عارف انا بقى موضوع جلد الذات عندي عالي شوية، ان انا بعمل فيديو عشان ألم مشاهدات ومتاجرة بدمائهم مش اكتر. لكن قررت النهاردة ان انا اتكلم، لعلي اكون مقصر، فانا ابرئ ذمتي لله عز وجل. محدش عارف الفرج هيجي منين، يمكن لما نزل الفيديو ده حد من الصالحين منكم يدعو لهم فيفك الله كربهم، لكن انا مش متخيل 2.5 مليون بني ادم محاصرين في مجاعة على مرأى ومسمع من العالم كله، والعالم كله مش عارف يساعدهم. الامر محزن. بنتكلم على نساء، بنتكلم على اطفال، بنتكلم على مرضى مش عارفين يوصلوا للدواء. انا هنزل الفيديو ده عشان ندعي لهم ان ربنا يفك كربهم، على الفرج آتي، اكيد الفرج هيجي ان شاء الله. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. بتسمع ايه في الجيم يا شيخ؟ بسمعش حاجة في الجيم، براجع الورد بتاع القرآن بتاعي. كل يوم متعود ان انا لازم اراجع لنفسي حفظا غيبا من القرآن حوالي 3 اجزاء، 63 ل 65 صفحة. يبقى انا بروح الجيم ساعة، ساعة ونص في الجيم. المشكلة لما اخلي الاستفادة استفادتين، انا بتمرن وبين المجموعات براجع حوالي 2 3 انا بريح، باخد نفسي، وفي نفس الوقت براجع وبسمع لنفسي. قبل ما بخلص التمرينة بتاعتي بكون راجعت بتاع 2 ونص 3 اجزاء، انا وحظي يعني. عودت حتى كمان اللي انا مركزش مع اي حاجة بسمعها، انا موجود استغل الوقت واراجع القرآن. انصحكم بكده، وقت ما تنزلوا الجيم حط سماعات في ودنك، اسمع قرآن او راجع الورد بتاعك لو انت حافظ القرآن الى غير ذلك. ربنا يوفقنا واياكم. يوسف حبيبي، وعشرة قد ايه؟ يوم واحد، يوم ما فيش يوم. و20 ساعة مثلا، مش مشكلة. يوسف جاي النهارده المسجد مخصوص عشان يسلم عليا،
وكان عندي شويه مشاغل في المسجد. الراجل فضل مستنيني عشان يتصور معايا صوره، وانا عرضت عليه ان احنا نصور فيديو، وهو من كرم اخلاقه وافق ان هو يرضى يعني ان هو يتصور معايا. انا اعتبر فانا بعتذر لك حبيبي يا يوسف، ما تكبرنيش بقى يوسف بس عادي. انا بعتذر لك ان انا خليتك تنتظر كل ده بس غصب عني، عادي. ومتشكر ان انت قبلت تصور معايا الفيديو ده. شكرا حبيبي يا يوسف، ربنا يبارك فيك حبيبي.